فاللي حصل ايه؟ ان الشاب ده حرفيا غير العالم. انت متخيل؟ تخيل معايا كده شاب فقير مش لاقي ياكل، ما عندوش شغل، وقاعد في جنوب افريقيا. المشكله بقى ايه؟ المشكله انه كان نفسه يسافر زي اي حد في الدنيا، بس طبعا مش هيسافر بقى يغير جو والكلام ده كله، لا 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 لا. ده كان رايح علشان يشتغل ويبني بقى حلمه، اللي هو بقى زي اي حد فينا نفسه في حاجات يعملها في حياته. فاللي حصل ايه؟ ان الشاب ده حرفيا غير العالم. انت متخيل ان شاب فقير مش لاقي ياكل، ما عندوش اي حاجة نهائي غير حلم بسيط عايز يحققه. ازاي وامتى؟ هو ما كانش يعرف، زي اي حد فينا عايش دلوقتي. انت لا انت عارف بكرة في ايه، ولا انت عارف عايز ايه. في ناس كتير جدا تايهة، بس كل اللي عندك حلم. انا لو باكل بط كنت نزلت مسكتها كده دبحتها وكلتها، بس ما باكلش بط، بس مش مشكله، مش قصتنا يعني. نرجع لموضوعنا. عندك حلم وشويه كده احساس جواك بانك هتعمل حاجه. بص، خليك ورا الاحساس ده، لان ده مش نابع من فراغ. لا 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 لا. وما تحكمش على نفسك من دلوقتي، لان دلوقتي ده حياتك اللي انت عايشها، ده الواقع بتاعك. لكن بعدين ممكن يحصل جدا. انت عارف انا بتكلم على مين اصلا؟ انا بتكلم على ايلون ماسك، اللي دلوقتي بقى اغنى واحد في العالم كله، ثروته داخله على فلوس رهيبه. يعني الفكره انك تقدر. انت عايش صح، انت عايش وبتتنفس وبتروح وبتيجي، تقدر. بص دلوقتي في ناس كتير جدا، مش هو لوحده. يعني عندك، كنت نزلتها في فيديو قبل كده، كان شاب عنده 19 سنه قاعد في سكن جامعي ومفيش خالص. جاته فكره، عمل واحد اتنين تلاتة، غيرت العالم برضه. يا جماعة الأحلام مش بفلوس، وحتة تحقيقها مش صعب. أول حاجة اتوكل على ربنا سبحانه وتعالى واعمل اللي عليك. أنا بقول لك كده ليه؟ طب اشمعنى فلان ما هو كان مفيش، واشمعنى علان ما هو كان مفيش؟ ايه اللي يفرقهم عني؟ ان هم مسكوا في حلمهم وماشوا ورا لحد ما وصلوا. ما هو انت دلوقتي لو فكرت وقلت هو انا ممكن ابقى مش عارفة ايه، طب ما هو طبيعي ان انت اصلا ما تستوعبش ده. لكن لما تمشي واحده 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 تلاقي نفسك وصلت للي انت عايزه. انا بقول لك كده من واقع نجاحات كتير جدا حصلت لناس. لو انت جيت في يوم من الايام كده، لو راجع الزمن لورا وعارف ان الشخص ده هينجح، وجيت قلت له انت هتنجح وهتعمل واحد اتنين تلاته، هيقول لك ماشي يا عم انت عبيط ولا ايه؟ مين اللي ينجح ده ويعمل الكلام ده كله؟ انت فاهمني؟ فلو واحد جالك دلوقتي بوضعك اللي انت فيه وقال لك انت ممكن تعمل واحد اتنين تلاته قدام، تقول له ده مجنون ولا ايه؟ فهي نفس الفكره يعني. كمل، اعمل اللي عليك بقى لربنا سبحانه وتعالى.